السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا لونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. نفسكم طبعا تعملوا المشاوي الفراخ واللحمة او الكفتة. وبتخافوا منها عشان بتاخد منك وقت وبتاخد عفرة معاكي. احنا هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت، وهتعملها وانت قاعدة في البيت مرتاحة، ومن بدون يعني بدون عفرة او بدون اي حاجة. يعني هنعملها في الفرن بحاجة سهلة وبسيطة وبمكونات بسيطة. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الحاجات كتيرة، ولو نسيت حاجة بتكون هي حاجة عادية، يعني مكونات كتيرة وحاجات مع بعض. معنا كده ملح، فلفل أسمر، وسبع بهارات. معانا طبعًا البهارات بتبقى واحدة بس، بنزوّد طبعًا على بهارات اللحمة بهارات لحمة، والفراخ بنزوّد عليها بهارات الفراخ، ومع اللحمة نضيف عليها دهون. طبعًا معانا بصل، فلفل أخضر أو فلفل ألوان، ومعانا طماطم، معانا ليمون، معانا بطاطس. طبعًا دي بهارات اللحمة. معانا دهون طبعًا دهن بشرناها. معانا بيكنج باودر، معانا ملح، معانا طبعًا 7 بهارات. نركن كل حاجة كده على جنب، وبعد كده نبدأ نجهّز حاجتنا. الكبة كده أو الخلاط اللي موجود عندِك بتستخدميه. طبعًا الحاجات ديّة بتريّحِك بس ما بتاخدش معاكِ وقت، ما تخلّيش الحاجة تاخد معاكِ وقت. طبعًا نبدأ نقطّع البصل 4 كده 4 قطع، والطماطم 4 قطع، نشيل مثلًا الحتت اللي بتبقى فيها كده مطرح العين أو فيها حتة مش حلوة، بنشيلها كده ونبعدها عن جنب، في جنب تاني كده. وبعد كده بنقطّعها 4 قطع كده ونحطها ونقطّع معاها الفلفل. كده قطعناه ونركن معانا، بس نسيب حباية البطاطس والليمون هنركنه معانا على جنب. هانزل بده كله في الكبة وهنطحنه طحنا مبرحًا، أو طحن حلو كده يكون ناعم. هي طبعًا ميزة الفراخ وميزة اللحمة لمّا بتعمليهم مع بعض، ما بترميش أي حاجة من التوابل دي أو البصل والطماطم والفلفل. بعد ما فرمناهم، نزلنا عليهم نُص كوباية من المَيّة وهنفرمهم فرمة تانية. طبعًا لإن هناخد مَيّة البصل للفراخ، وهناخد تفل البصل هناخده للكفتة. نحطه كده في مصفى ونصفيه، ناخد معانا مَيّة البصل للفراخ، ومعانا البصل أو تفل البصل والطماطم والفلفل هناخده للحم. بعد ما صفيناه وشِلنا منه المَيّة، طبعًا المَيّة مش هتكون حلوة للكفتة. هناخد المَيّة كده البصل والفلفل هنضيفها كده على الفراخ. نزلنا بالبهارات طبعًا، قُلنا ملح، فلفل أسمر، وبهارات لحمة، وهنضيف عليها حبّة من البيكنج باودر، وهنضيف عليها معلقتين 3 من الدهون. طبعًا إحنا باشرينها. هنبشر معانا كده حبّاية بطاطس كبيرة وهنصفّيها، لإن طبعًا المَيّة إحنا مش هنعوز أي مَيّة خالص في حاجة الكفتة بتاعة اللحمة. كده خلاص بنستغنى عنها خالص، وبنبدأ كده نصفّيها. طبعًا مَيّة البطاطس بنرميها ما بنستخدمهاش. وهنبدأ ناخد البطاطس اللي إحنا بشرناها على الناعم، وهنضيفهم كده على اللحمة، بتدّيها طراوة وبتخلّيها طرية معاكِ، وبتضاعف معاكِ كمان الكمية. هنبدأ كده نقلّبها قلبة حلوة كده أو تقليب حلو، أو تعجنيها عجنة حلوة كده لمدة 10 دقايق. بس طبعًا الطبق كان صغير، جبنا كده طبق كبير وعجناها عجنة حلوة كده لمدة 10 دقايق لحد الكفتة ما تتسمّغ معاكِ وتكون حلوة. كده اتسمّغت وجهّزناها وتبّلناها. هنقفّلها كده ونغطّيها بالبلاستيك راب ونحطها في التلاجة. هنبدأ بقى معانا الفراخ. طبعًا إحنا نزلنا عليها بمَيّة البصل، هانزل عليها بالبهارات بتاعتها، بهارات فراخ وملح، فلفل أسمر، 7 بهارات. عايزة تضيفي أي بهار تاني ممكن تضيفيه. عايزة تستغني عن حاجة ممكن تستغني. عصير ليمونة وعصرناها كده معانا. هانزل كمان بعلبة من الزبادي، أي نوع زبادي طبعًا أنتِ بتفضّليه بتحطيه. معانا كده صويا صوص، انزل كده بمعلقة كبيرة، وهانزل معانا كده بمعلقة مستردة. ما تكتريش يعني الحاجات ديّة، يبقى حاجة ممكن نوع أو 2 بس بتدّيكِ الطعم. معانا كده معلقة عسل أسمر، بتدّيكِ طبعًا لون وطعم حلو جدًا. وهننزل كمان معانا بمعلقة من الزيت أو معلقتين، ويا ريت لو عندِك زيت زيتون ممكن تنزلي بيه بزيت الزيتون. وهانزل كمان بمعلقة من الخل. بعد كده هنبدأ نعمل فتحات في الفراخ. هي طبعًا إحنا مقطعينها قطع صغيرة، بس زاد تأكيد إنِّك بتدّيها فتحات، بتدخّل التتبيلة لجوّه وبتشرّبها بتكون حلوة. كده خلّصناها وهنتبّلها ونحطها لتاني يوم. كده أنتِ نُص ساعة كده والّا حاجة بتكوني خلّصتِ كده التتبيلة، وكده معاكِ الحاجة تمام، بتحطّيها في التلاجة لتاني يوم.
كده بتخلّيكِ مرتاحة وبتعملي الحاجة المشاوي بتحبي دايمًا تعمليها للولاد، طبعًا إحنا بنخاف منها من يعني لإنها بتاخد وقت كتير وبتبقى تعوز شغلة كتير. كده دهن الزيت خفيف على طبعًا معانا الصاج، وننزل عليه نحط عليه كده الشبكة وندهنها دهنة زيت خفيفة، وبعد كده هناخد القطع ونحطها كده على على الشبكة وهندخّلها الفرن. عايزة بعد كده تعملي فحم وتولعيه وتدّيها ريحة الفحم حسب رغبتِك أنتِ. بس دي طبعًا بيكون الفرن ليه طعم ودي طعم. ننزل كده بالتتبيلة فوق الفراخ كده إيه، كده جهّزناها نحطها كده في الفرن. معانا كده الزيت اللي باقي ده طبعًا دهنا بيه الشبكة، هندهن معانا كده خشبتين من شيش طاووق وهندهنهم دهن الزيت، وندهن إيدينا كده بس عشان الحاجة ما تلزقش وتساعد معاكِ. الكفتة ما دام عجنها حلو ومستمرة معاكِ، يا دوبك بتعمليها تفرديها. شايفاها جامدة إزاي؟ يعني ما فيش حاجة يعني. بتحطيها في الفرن ما تخافيش هي طبعًا فيها نسبة دهون، مش هتلزق في الصينية ولا حاجة. وما تدهنيش الصينية زيت ولا أي حاجة خالص، هي بتبقى معاكِ كده حلوة معاكِ كده. نبدأ كده نصبّع الكفتة بالطريقة دي، وتعملي كده صوابع كبيرة بحيث اللي ياخد واحد كده يكفّي معاه أو 2 تريّحي دماغِك، بس بتفرديها وتخلّيها معاكِ حلوة. طبعًا الفرن بيكون يعني بتسوّيها على الهادي، فلو الكفتة معاكِ كبيرة ما تخافيش منها. دهنة زيت خفيفة كده على الوش وممكن تستغني عنها، وبندخّلها الفرن بتاخد حوالي ساعة بالكتير بتكون معاكِ جاهزة، وبتضبّطي الفرن معاكِ. كده الفراخ استوت معاكِ أخدت اللون الحلو وطرية من جوّه، معانا كده أطباق اللي هتغرفي فيها، بتكوني مثلًا مقطّعة كده تحت كده بقدونس أو جرجير، طبعًا اللي موجود عندِك بتدّيكِ طعم وبتدّيكِ طبعًا شكل حلو كده، وبتعبّي كده معاكِ الفراخ في طبقين حلوين كده، لإن طبعًا الفرخة كبيرة حلوة، وبنكون كده جهّزنا الفراخ، معاها طبعًا المايونيز وجهّزنا كمان الكاتشب، جهّزنا معانا سلطة الطحينة والسلطة الحاتي. وجهّزنا كمان مَيّة السلطة أو الويسكي اللي بيقولوا عليه، فطبعًا اللي أنتم بتسمّوه بيها، كمان معانا الكفتة كمان استوت ومعانا يعني كده جهّزنا كل حاجة، ما خدتش وقت معاكِ ولا تعبتِك ولا أي حاجة، ما تخافيش لمّا تبدئي تعملي الكفتة هتعمليها وتجهّزيها قبلها بيوم هتكوني مرتاحة جدًا، يعني مش هتتعبِك بجد يعني، حاجة مُريحة ليكِ. طبعًا شايفين الكفتة طرية إزاي وهشة، طبعًا البيكنج باودر والسلطة وكل حاجة كده، هنقول بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كَل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هيجربها ويقول لنا رأيه فيها إيه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. هنقول مع السلامة، باي باي.